عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسلامه. النهارده بقى يا حبايبي هوريكم ازاي تعملوا الملوخيه بابسط السهوله خالص. انا يا حبايبي جايبه الملوخيه وغسلاها ومجففاها. اهم حاجه تسيبها تنشف، تحطها على قماشه يا حبيبتي وتسيبها تنشف خالص، ماشي يا حبايبي، وتبقى بالعسل دي وتخرطها. انا بحب اخرطها بالمخرطه يا حبايبي، ماشي يا حبايبي. وهنا معلقتين طماطم فريش يا حبايبي ومسبكاهم، ومرق الدجاج وكمون وفلفل، وادي يا حبايبي الكزبره والثوم بتاعنا الجميل ده. هننزل بقى يا حبايبي بالشوربه بتاعتنا الجميله ديت، هي سخنه يا حبايبي بالصلاه على النبي. لو انت حابه يا حبيبتي ما تعمليش الملوخيه بطماطم براحتك، بس انا بحب قوي اعملها بطماطم وبتبقى جميله خالص. يلا يا حبايبي بقى صلوا بينا كده على النبي وسموا الله وابداوا شوفوا يا حبايبي العسل ده بيتعمل ازاي. اهو يا حبيبتي، لو اول مره تشوفينا على القناه يا ريت تدعميني كده باشتراك وصلوا على النبي. هنا يا حبايبي بعد ما الشوربه هي الشوربه كانت سخنه يا حبايبي، هننزل بقى بالمعلقتين الصلصه العسل دول. هي طماطم انا عاملاها فريش يا حبايبي ومسبكاها ومصفياها، جميله خالص اهي بالصلاه على النبي. سموا الله يا حبايبي كده، ويا رب يحسن ما بين ايديكم يا حبايبي ويجعل كل حاجه حلوه بين ايديكم. هننزل بقى يا حبايبي ما شاء الله معلقه كمون، معلقه فلفل، وواحده ماجي يا حبايبي اهو، عشان تاخد كده كل الحلويات دي كلها تتجانس كده مع بعضها بالصلاه على النبي، ماشي يا حبايبي. هننزل كده بقى يا حبايبي على اللهم صل على النبي، على دي كزبره ناشفه يا حبايبي، على التوم، وهنبدا بقى نحمرهم مع بعض. بعد هنا يا حبايبي ما حطيت معلقه السمنه على الكزبره والثوم، بعد ما تحمر يا حبايبي هنا يا حبايبي بعد ما الشوربه بتاعتنا غلت وبقت عسل ازاي، هننزل بقى يا حبايبي بالملوخيه. شايفين يا حبايبي هي مفرفره ازاي؟ مفرفره دي يا حبيبتي عشان ايه؟ عشان هي متجففه كويس وسايباها حطيتها على اي حاجه قماشه عندك بتاع المطبخ تنشفيها كويس وتسيبها تجف خالص، ميبقاش فيها اي ميه اهو بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي. هنا يا حبايبي بعد ما اتحمصت كده وبقت جميله ازاي، بسم الله ما شاء الله اهو يا حبايبي بالصلاه على النبي. هننزل بقى يا حبايبي على الملوخيه الجميله بتاعتنا دي، بسم الله بسم الله. على فكره يا حبايبي انا ما بحبش ان انا اعمل التنهيده زي ما بيقولوها ديت، ولا اسمها ايه؟ انا بسمي الله احسن من كل حاجه، اقول بسم الله واعمل الحاجه بتطلع زي الفل اهو يا حبايبي. بسم الله، مفيش احلى من كده والله، مفيش احسن من ذكر الله يا حبايبي في اي حاجه تعمليها بالصلاه على النبي. شايفين يا حبايبي الجمال اهو يا حبايبي، وهنسيبها بقى دقيقتين كده يا حبايبي بالصلاه على النبي. شايفين جمالها يا حبايبي؟ شايفين جمالها؟ رايكم بقى يا حبايبي في جمالها اهو؟ والله العظيم عسل بالصلاه على النبي اهي. لا تقولي لي بقى لا رقدت في الحل ولا حاجه اهو، سهله وبسيطه خالص. ايه رايكم بقى بالصلاه على النبي؟ هنحطها كده في الجرام العسل ده اهو. شايفين يا حبايبي اهو بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي. شايفين العسل اهو؟ عسل. سموا الله يا حبايبي كده بس، واعملوا كل حاجه بحب وهتطلع معاكم زي الفل اهو يا حبايبي بالصلاه على النبي. سمي الله كده اهو. يا ربنا يا رب يا حبايبي يحسن ما بين ايديكم ويجعل كل ايامكم كلها حلوه وهنا وحب وسعاده يا رب اهو يا حبايبي بالصلاه على النبي. لو كنت بقى وصلت لحد هنا يا حبايبي معايا كده في القناه، ما تنسيش بقى تشتركي معايا في القناه يا حبيبتي وتنوريني كده بوجودك اهو يا حبيبتي بالصلاه على النبي. متنسيش بقى تنوريني كده يا حبيبتي في القناه وتنوريني كده بوجودك يا حبيبتي، ماشي. ايه رايكم بقى يا حبايبي في وصفتنا النهارده؟ لو عجبتكم بقى الملوخيه بتاعتي يا حبايبي متنسوش تشتركوا معايا في القناه وتنوروني يا حبايبي بوجودكم معايا في القناه. واسيبكم بقى يا حبايبي في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.